السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في وصفة جديدة. معكم أمينة حناش. اليوم جيت ندير معاكم وصفة الصابلي بيستاشيو للعيد إن شاء الله. راح تجي وصفة مانيفيك بزاف بزاف طرية وبزاف بزاف بنينة، وكما راكم تشوفوا الشكل تاعها جد راقي. إلا سيتوها فريمون ما راكوش رايحين تندموا عليها، على خاطرش جاية قوة في البنة وبزاف بزاف طرية. كما راكم تشوفوا غير جيت نقسمها تفتتت في يدي، جات روعة ما شاء الله. مع هاد العجينه اللي فريمون ما راكوش رايحين تندموا عليها. للوصفه نسحق 250 غرام تاعنا مارغرين صفار بيضه وبيضه كامله، ربع كاس تاع الزيت، و كاس تاع سكر ناعم كنت يعني صيرته. خلطت كلش بالباتر كما راكم تشوفوا، وزدت عليهم لافاني وملعقتين تاع بخاليني بيستاش. بخاليني بيستاش اختياري، تقدروا ديروه او تقدروا تستغناو عنه، بصح الا درتوه راح يعطيكم واحد البنه قوه. زدت عليهم ملعقه صغيره لاليفور خميره الحلويات، وربع كاس تاع لا مايزينا، وكملت خلطت بالباتور. من بعد بديت نطم بالفارينه، وكي تلحقوا المرحله تاع تبداو تطموا بالفارينه طموا بيديكم حتى تحصلوا على عجينه تكون طريه. فتحتها فوق البابي كويسون، زدت درت تانيك من فوق بابي كويسون باش تجيني عمليه الفتح سهله وتجيني ليس من الفوق. كملت فتحتها كامل وطبعتها بطابع تاع القلب، تقدروا ديروا الطابع اللي تفضلوه نتوما، انا عجبني هذا. دخلتهم للفور طابولي على 180 درجه مئويه من تحت، وشعلتهم شويه برك من فوق ياخذوا لي تحميره خفيفه او ينشفوا. ورحت ديريكتومون نوجد لا كريم ديالي اللي درت فيها 100 غرام زبده اوبلين راهي متواجده في الاسواق، زدت عليها 100 غرام تاع سكر ناعم، خلطت بالباتر كلش حتى ولات لي كريمه متجانسه. مده الخلطه راهي حوالي ربع ساعه. من بعد زدت فوقها لا باتا بيستاش هذه اللي راهي تتباع في الاسواق، بزاف بزاف بنينه. عابالكم باللي الوصفه تاعكم راح تزيد لكم فيها النص. انا درت حوالي 3 ملاعق وكملت الخلط حتى تحصلت على هذا اللون وهذا الكريمه اللي راكم رايحين تقدروا تستعملوها في بزاف عفايس، رايحين تستعملوها كحشو او تغليف الكيكات. من بعد هنا قلبت الصابلي تاعي ودرت غير في ليكوتي هكذا وعمرت شويه. من بعد خليت فراغ في الوسط باش نعمر بالبخاليني، او تقدروا يعني تستغناو على البخاليني وتعمروا فقط بكريمه الزبده تاعكم. مي بصح ديروا في حسابكم بلي البخاليني تاع البيستاش راح يعطي لها واحد البنه ما شاء الله. كما راكم تشوفوا ضغطت شويه برك هكذا وجوزت بصبعي ملي كوتي، او تقدروا تستعملوا سباتول، بصح ديروا في حسابكم بلي بصبعكم راح تكون يعني العمليه بلو براتيك. كملتهم كامل بنفس الطريقه ورحت للكلاصاج. الكلاصاج تاعي استعملت فيه شوكولا لا سافور تاع غو بيستاش، تجي بزاف هايله، وكي تذوبوها راح تجي ما شاء الله كما راكم تشوفوا قوامها رائع. درت هكذا حبيبات فوق الكرياج ودرت فوقهم شوكولا تاعي، خبطتهم برك زوج خبطات وهبطت شيكولا لتحت. وهاد الطريقه تاع الكلاصاج بزاف هايله، كنت شفتها ديجا في الانستغرام وعجبتني، قلت نسيها فينالمون صح بخاتيك. دوكا راح ديريكتومون للتزيين. التزيين اكيد راح يكون اختياري، انا خيرت ندير حبيبات تاع البيستاش. شريت غير شويه يعني قس 50 الف تاع البيستاش، ودرت في الجلوكوز. الجلوكوز تاعي عفوا كنت درته سخن شويه برك ونحيته ورميت عليه البيستاش وزينت من الفوق هكذا كيما راكم تشوفوا. التزيين راح يكون اختياري، انا خيرت البيستاش، نتوما تقدروا ديروا لامبريمي هذاك تاع العيد او تقدروا تشرو ورد، يبقى على حساب الجود تاعكم، على حساب نتوما واش تحبوا. درتهم في ليكيسات تاعي وستفتهم كامل دون ان بلاطو، والموديل ديالي او الكاطو ديالي راهو جاهز. درتو تانيك درت له شويه من الكوتي هكذا لا في دور وجا ما شاء الله. نتمنى من كل قلبي انكم تجربوه باسكو فريمون حاجه بزاف بزاف بنينه وحاجه فريمون تحمر لكم وجهكم. ما بقى لي في نهايه هذا الفيديو غير نقول لكم تبقاو على خير، نتلاقاو في فيديوهات اخرى ان شاء الله. وما تنساوش تانيك تبارطاجيو لا فيديو مع لي زامي تاعكم، وما تنساونيش تانيك بجام الى عجبتكم لا فيديو، وما تنساوش تانيك تدخلوا للصفحه تاعي الى عجبتكم ديروا لنا ابوني. ما بقاو لي غير نقول لكم تبقاو على خير في فيديوهات اخرى ان شاء الله. مع السلامه.